وكرر نفس نجاح تيتو بفيلم إبراهيم الأبيض اللي عمل فيه نفس اللي بقى متميز بيه هشام، إنه يعبر عن كل مشهد بموسيقى تصويرية مختلفة ومعبرة جدا من غير ما يغير الشكل البنائي للموسيقى بتاعة الفيلم. وبعدها التحفة الفنية الفيل الأزرق، اللي من وجهة نظري ده عمل فني كامل من جميع الاتجاهات، وده هنتكلم عنه بتفصيل شوية في آخر الحلقة عشان نقدر نديله حقه.